السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في القناه ديالنا مع فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشارككم معكم بطيبطات هكا صغارين معمرين بجوج ديال الحشوات مختلفين اللي كيجيو من ألذ ما يكون. الوصفه اللي غادي تنفعكم بزاف بزاف في رمضان، اللي يعني غادي تقدروا تعتمدوها هكا في رمضان وتنوعوا بها في الفطور. فشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخير. كما شفتوا معايا كيجيو بهذه الطريقه هذه، فشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير. فاول حاجه غنبداو بها هي العجينه اللي غادي نحتاجو فيها زلافه ديال الفينو وجوج زلايف ديال الفورس ديال دقيق الحلويات، وعندي تقريبا واحد معلقه كبيره عامره ديال النيدو وجوج معالق كبار ديال زيت العود. هادو هما المكونات. غادي نخلطوا النواشف مزيان، غنزيدوا عليهم واحد معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال سكر الخشن اولا سكر سنيده، غنخويو عليهم شويه ديال المدافين، نخليو ديك الخميره تتفاعل وغنعجنوا الخبز ديالنا عادي بحال الخبز العادي، يعني كلشي كيعرف ليه. صافي من بعد ما كنعجنوه وكنجمعوه غادي ندهنو بشويه ديال الزيت العود وغادي نغطي عليها باش هكذا يضاعف ليا الحجم ديالها وترتاح مزيان شحال ما خليتوها تخمر، لكن ماشي بزاف اكيد. غنخليوها تقريبا واحد 20 دقيقه ونرجعوا تاني معكم من بعد ما غادي تخمر لينا. فكما شفتوا هنايا معايا من بعد ما خمرات غادي نقسمها على جوج وغادي نطلقها. هذا هو القطر اللي خصني نحصل عليه، ما تكونش رقيقه بزاف. وغادي نقطعها نقطع الخبيزات ديالي بالقطاعه. فهاد المرحله الاولى ديال العجين جربتها معكم شويه بحكم ان راه كلشي تبارك الله كيعرف يعجن الخبز. غير شاركت معكم الطريقه باش قطعت الخبز ديالي. غادي نحطو يخمر بما وجدنا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاجو فيها الخضر اللي هي عباره عن بصله هكا مشلضه مع قرعه خضراء محكوكه مع خيزو محكوك. هنايا من بعد ما خمر لينا الخبز اولا البطبوط ديالنا غادي نبداو نطيبوا فيه هكذا. غادي نطيبوا في المقله وجديه اللي غادي نخليوها تسخن مزيان عاد باش غادي ندوزو نبداو نطيبوا في البطيبطات ديالنا اللي كما قلت لكم من بعد ما قطعناهم راه حطيناهم عاوتاني يرتاحوا باش هكا يعاودوا يخمروا مده تقريبا واحد 15 دقيقه. كما شفتوا معايا هنا غادي نبدا نطيب في البطبوط ديالي. من بعد واحد المده غادي نقلبوا البطيبطات ديالنا بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا على منظر كيكون فيهم كيجيو مفشفشين من الداخل وكيجيو خاويين بهذا الشكل هذا. غادي نحاولوا نبداو نضغطوا عليهم بهذا الشكل هذا باش هكذا يتنفخوا من الوسط يعني يتفشفشوا من الداخل ويخواو كما شفتوا معايا بطريقه سهله جدا ودغيا تيطيبوا. صافي هاد الاولين طابوا ليا وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى غنسالي الحبات اللي عندي ديال البطبوط كاملين. بالنسبه للحجم ديال البطبوط راه نتوما عندكم ميزانكم، تقدروا ديروا هكا حجم بحال هذا، كما انكم تقدروا ديروا كبر من هذا اولا صغر منه. بالنسبه للحشوه الاولى اللي شاركت معكم من بعد ما خليت الخضر ديالي يدبلوا مزيان غادي نزيد عليهم الدجاج اللي قطعته حتى هو قطع صغيره، وغنضيف كذلك البهارات اللي هي عباره عن سكنجبير خرقوم تحميره توابل الدجاج شويه ديال الملحه معلقه صغيره من كل حاجه على حسب عاوتاني الكميه ديال الحشوه ديالكم. صافي وغادي نسد عليهم ونخليهم يطيبوا مع بعضياتهم. هنا غادي نكملوا الخبز ديالنا بنفس الطريقه. بالنسبه للحشوه الاولى كتكون بحال هكا على هذا الشكل هذا اللي هي بالخضر، كنزيدو كاخر مرحله الربيع هكذا مقرد. صافي هكذا كتكون الحشوه الاولى ديالنا وجدات وغنحطوها. ندوزو دابا الحشوه الثانيه اللي غادي نخدمها بالبطاطا مسلوقه اللي سلقتها مع شويه ديال الفرماج حمار محكوك مع علبه ديال الطون ديال الزيت وشويه ديال الربيع. فهنايا نسيت ما درتش يعني ما صورتش البيض هكذا مسلوق اللي غادي تحكوه فوق من هاد الحشوه هذه.
الا بغيتو اكيد. هنايا من بعد ما درت هاد العناصر في واحد البول بحال هكذا، واحد الاناء، غادي نزيد عليه المايونيز باش هكذا يجمع ليا الحشوه وتجي معلكه. ثقوا بي، راه هاد الحشوه حتى هي كتجي رائعه بزاف وكتجي واعره، وشي حاجه اللي سهله في نفس الوقت كما شفتوا معايا. كنزيدوا شويه الملحه بحكم انني ما كنتش درتها في البطاطا باش هكذا ما تفرتتش ليا في الطياب. هنايا زدت شويه ديال الكمون. صافي غادي نخلطوا الحشوه ديالنا مزيان. تقدروا كذلك تزيدوا المايس او الذره. عندكم بزاف ديال الاختيارات اللي تقدروا تزيدوهم في هذه الحشوه، وكما انه راه تقدروا ديروا بزاف، يعني كاين بزاف ديال الافكار ديال الحشوات اللي تقدروا ديروهم. انا هنا شاركت معكم جوجات. هذه بالنسبه للحشوه الاولى، ها هي حطيتها في هذا الطبيصيل، والبطبوط ديالي من بعد ما ساليت ليه الطياب غنحطوه حتى هو على جانب مع الحشوه الثانيه، وهكذا باش يسهل علينا ان نبداو نعمروا فيهم. شوفوا معايا كي كيجيو مفشفشين من الداخل وكيجيو منفوخين، تيجيو رطيبين بزاف بزاف. ثقوا بيا. الا باقي ما وجدتوش هاد الوصفه هذه في رمضان، جربوها وردوا عليا الخبر، غادي تعجبكم بزاف بزاف. غادي نبداو دابا في التعمار ديال البطيبيطات ديالنا. كما شفتوا معايا غادي نقسموا البطبوط ديالنا على النص، وغادي نبداو نعمروا بحال هكذا. كما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الافكار ديال الحشوات اللي تقدروا ديروهم. ما كاينش غير هاد الحشوات اللي شاركت معكم، لكن هادو راه كيجيو لذاذين بزاف بزاف، وكيجيو كذلك في المنظر كيجيو رائعين. شي حاجه اللي كيبانوا شي حاجه راقيه بزاف. فهذا هو الحجم المثالي ديال البطبوط معمر. فاحنا هنايا غادي نديرو نصف الكميه بهاد الحشوه ونصف الكميه بالحشوه الثانيه. بالنسبه للحشوه حتى هي اللي بالخضر وبالدجاج راه كتجي لذيذه بزاف، وشي حاجه اللي صحيه ومفيده بزاف. الطريقه اللي صيبنا بها اولا اللي طيبنا بها الخضر راه كتجي بنينه. هكذا صوتي خيزو مع قرعه خضراء راه كيتواتاو بزاف بزاف الحشوات. تقدروا تعمروا بهم المسمن معمر، تقدروا تعمروا بهم الفطائر، كما انكم تقدروا تعمروا بهم كذلك بطبوط، ميني بطبوط بهذا الشكل. صافي كتصبروا بنفس الطريقه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غنساليو التعمار ديال البطبوط ديالنا كامل. من بعد ما ساليت الحشوه ديالي، اما البطبوط راه باقي شايط، غادي نحتفظ به حتى الغد ليه ونعاود نعمرهم. كما شفتوا معايا هنا غادي ندوز التقديم اللي كيبقى اختياري. انا هنا غادي نقدمه بهذه الطريقه. ثقوا بيا راه كيجي راقي بزاف في المنظر، وكذلك المذاق ديالو راه رائع بزاف بزاف. الحشوات بجوج كيجيو رائعين، كيحمقوا وبنانين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم بزاف. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكون خفيفه على قلوبكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك الا عجبتكم لا فيديو، وبارطاجيو مع الناس اللي كتبغيوهم والناس اللي عزيزين عليكم باش تعطيهم فكره للفطور. كذلك خليو لنا دي كومونتير باش تشجعونا، واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك باش هكا يوصلكم كاع الجديد ديالنا. ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده مع فيديو جديد.